السلام عليكم. شروط موافقة ليونيل ميسي على الموافقة للذهاب إلى الهلال السعودي. ليش ميسي مش راضي يذهب للهلال السعودي، أو لسه ما ادالوش قرار مؤكد بأنه هيذهب للهلال السعودي أو لا؟ وليش ممكن ميسي يذهب لبرشلونة، يعود مرة أخرى يلعب تاني في برشلونة؟ طبعا في جريدة أو برنامج أسباني أكد إن فعلا الهلال السعودي بدأ المفاوضات مع ليونيل ميسي، وطلب منه إن هو يجي يلعب معاهم في الهلال السعودي 300 مليون يورو. طبعا ده أغلى صفقة في التاريخ حاليا، لحد الآن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم هو كريستيانو رونالدو ب 200 مليون يورو مع النصر السعودي. فهو طلبوا إن هو يجي طلبوا ميسي ب 300 مليون يورو، فطبعا هيكون اغلى لاعب، هيكون هو طبعا رقم واحد في قائمه الاغلى في تاريخ كره القدم فوق كريستيانو رونالدو ب 300 مليون يورو. فطبعا اغلى من كريستيانو رونالدو ب 100 مليون يورو. رفض طبعا ليونيل ميسي، رد عن طريق والد ليونيل ميسي، رد على المسؤولين في الهلال السعودي وقال ان هو مش موافق على 300 مليون يورو، وان هو عايز يبقى اغلى من كريستيانو رونالدو، اغلى منه تسويقيا، وان 100 مليون يورو فرق بين كريستيانو وميسي مش كافي. ده طبعا رد والد ميسي على الهلال السعودي. طبعا ده كان الرد بتاع ابو ميسي، وان هو مش موافق على 300 مليون يورو بس، وان هو طلب اكتر من كده. وطبعا البرنامج الاسباني اكد برضو ان ميسي طلب ان هو يروح يلعب معاهم، لكن بشرط، هيوافق بس بشرط واحد بس، انه يروح يلعب في الهلال السعودي، هو انه ياخد 600 مليون يورو. طبعا رقم كبير جدا ورقم عبيط ورقم متخلف ومحدش يصدق. يعني 600 مليون يورو يعني اغلى صفقه في التاريخ حاليا ب 200 مليون يورو كريستيانو رونالدو، فانت هتبقى ضعفين او ثلاثه لكريستيانو رونالدو. فرقم كبير جدا 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 جدا، يعني حتى الفرق بينه وبين كريستيانو رونالدو 400 مليون يورو، يعني يشتري اتنين زي كريستيانو كمان. طبعا رقم متخلف جدا ورد متخلف. فردت الجريدة الأسبانية أو البرنامج الأسباني كان ردها على أبو ليونيل ميسي، إن هي هتوافق إن ميسي يلعب معاها، بس 600 مليون يورو رقم كبير جدا بالنسبة لنادي الهلال، وبالنسبة لأي لاعب في الدنيا، وبالنسبة لأي نادي في الدنيا 600 مليون يورو رقم كبير جدا. فطبعا طلبوا من ميسي ان هو يلعب معاهم، بس هيزودوا الراتب من 300 مليون يورو ل 350 مليون يورو. طبعا ضافوا 50 مليون يورو كمان للمبلغ اللي كانوا طالبينه بيه. وحاليا برضو لسه المفاوضات شغاله، موضوع المفاوضات والموضوع لسه مفتوح، ولسه ميسي بيفكر. طلب ميسي ان هو ياخد مهله من التفكير، وبعدين هيرد معاهم تاني مع والد ميسي. فانا شايف واعتقد ان ميسي مش هيروح للهلال السعودي، لانه طبعا كان طالب رقم كبير جدا ل 600 مليون يورو، فلما يجي الهلال يديله 350 مليون يورو فاستحاله يروح. يعني مش هينزل مره واحده، يعني كام مليون هينزل؟ 250 مليون يورو مره واحده، 250 مليون يورو عشان يروح. فما اعتقدش يعني ان هو يقلل الرقم ده كله. فممكن فعلا ان هو يروح لبرشلونه ويعود مره ثانيه يلعب في الدوري الاسباني. فالدوري الاسباني طبعا هي برشلونه حاليا ممكن تحتاج ميسي شويه، فشايف ان هو يعني استحاله يروح الهلال السعودي. بس لسه الله اعلم، لسه القرار النهائي في ايد ميسي، ولسه هو ما ردش، ولسه في مهله من التفكير. وطبعا باذن الله اول ما ميسي نشوف ينتقل على انهي فرقه ويروح انهي فرقه، القرار النهائي ممكن ان شاء الله باذن الله يبقى نصور فيديو تاني ونتكلم فيه عن الفريق اللي هو رايحه وايه السبب اللي خلاه راح. طبعا برشلونه هتحتاج جدا 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 ميسي يكون معاه في الفريق، وهو اكيد يعني بنسبه كبيره جدا هو هيمشي من باريس سان جيرمان، لان الجماهير بتاع باريس سان جيرمان طلبت ان ميسي يرحل من الفريق. فطبعا ميسي طالب زي ما قلنا 600 مليون يورو، رقم غير متوقع من اي حد في الدنيا. يعني ما اعتقدش حد يعني هيفكر في رقم زي ده، يعني 600 مليون يورو رقم كبير. فطبعا ميسي اصلا خد 600 مليون يورو، والهلال وافق فعلا ان هو يروح يلعب في 600 مليون يورو. فالسنه الجايه او الموسم الجاي هتلاقي كريستيانو رونالدو صفقته هتعدي 400 مليون يورو. هتلاقي كريستيانو ب 500 مليون يورو. لا 500 مليون يورو كيف؟ ده اصلا هو طالب 600 مليون يورو. فهتلاقي كريستيانو الموسم الجاي ب 700 مليون يورو. هتلاقي ارقام خياليه بتدفع للاعيبه والله. فهتلاقي الموسم اللي بعديه برضه ميسي بقى ب 800 مليون يورو. فكمان 3 4 موسمات كده اللاعب هيعدي المليار يورو يعني. فرقم غريب جدا من ميسي. فلسه لحد دلوقتي مفيش قرار نهائي زي ما قلنا. طبعا انتهاء العقد بتاع ميسي هينتهي
في الصيف بتاع 2023 هينتهي مع باريس سان جيرمان، وان هو ممكن يجادل لباريس سان جيرمان بس بشرط موافقه الطرفين. يعني ما لازم ميسي يكون موافق وفي نفس الوقت يكون باريس سان جيرمان موافق. فانا ما اعتقدش ان باريس سان جيرمان هتوافق وان ميسي برضه مش هيوافق، لان زي ما قلنا من شويه ان الجماهير هي اللي طالبه برحيل ميسي. الجماهير طالبه برحيل ميسي، وفي نفس الوقت باريس سان جيرمان ما اعتقدش ان هي محتاجه ميسي في الفريق. ميسي بقى له فتره كبيره جدا بيلعب في باريس سان جيرمان بس مش مؤثر ايجابيا خالص مع الفرقه. طبعا هو مغطي على لعيبه كتيره جدا زي مثلا عندنا مبابي ونيمار، مغطي على اللعيبه دي كلها. وزي ما قلنا برضو ان شاء الله باذن الله لما ميسي يحدد قرار نهائي برحيله الى اي نادي في العالم، اي فرقه سواء كان في الدوري الاسباني او في الدوري الانجليزي، ان شاء الله باذن الله يبقى نطلع احتمال نبدا نصور فيديو ونتكلم فيه عن الفرقه اللي هو رايحه وايه الاسباب ومرتب وكل تفاصيل حول الصفقه باذن الله. فان شاء الله كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش نطلع من الفيديو تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.